بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جديد سبورتس. طبعا رجع لدورينا الحبيب، واهلا بالحلويات واهلا بالقطايف واللطايف. فهنكلم حضراتكم ان شاء الله النهارده كده على التحليل السريع عن مباراه الزمالك وعلى حرس الحدود والاهلي وفيوتشر، والاهلي قصدي وعفوا وفاركو. وهنتكلم حضراتكم فنيا سريع كده، مش هنطول حضراتكم زي كل مره. وخلينا نبدا الحلقه، يلا بينا. بداية كده ان نادي الزمالك بدأ المباراة طبعا ضاغط من بداية المباراة، بيتكلم يعني بلغة ان هو البطل حامل اللقب، انه عايز يخلص المباراة من الاول. ولكن يعني طبعا بعد ما الجون الاول دخل، نادي الزمالك نام الى حد ما في الضغط وفي نفس الحماس والرغبة اللي كان بيلعب بيها. بعد كده الى حد ما يحاول يخش في الجيم، ولكن كان بدون جدوى يعني. ده في البداية. بعد كده ان اسامة نبي برضو، سيب اسامة نبي عايزين نتكلم عنه بصورة سريعة. ان هو لعيب كويس وكل حاجه، لكن في بعض الملاحظات الفنيه اللي عايزين نتكلم عنها. ان هو هل سيف اسامه نبيه فعلا، او سيف اسامه نبيه، يوسف اسامه نبيه عفوا، هل فعلا الجناح الاساسي لنادي الزمالك اللي يقدر يعتمد عليه؟ بصراحه من وجهه نظري التكتيكيه والفنيه لا، هو لعيب كويس وكل حاجه، لكن في بعض الملاحظات اللي ما ينفعش يلعب كجناح. او ان هو بطيء بالكوره والجري بيها، مش زي زيزو بيسلم ويستلم، لا يعني الى حد ما وقت التفكير معاه في التحرك بالكوره او الاستخدام بطيء شويه. تاني حاجه عنده بعض الميس باص كتير، دي مشكله ما ينفعش يكون فيها جناح الزمالك اساسي. فده بعض الملاحظات اللي بتكلم عنها. لازم الزمالك يجيب جناح اساسي يعوض بن شرقي، فعلا ان الزمالك هيعاني من الجزئيه دي كبيره جدا. تالت نقطة بقى عايزين نتكلم عنها، ان مسافة ما تجمع زيزو وامام عاشور وفتوح، الاستاذ دول لما يخش في مكان معين بيبقى فيه خطورة كبيرة جدا، ولازم يا اما يجي منه جون او يستطيع منه جون. في لحظات كتيرة جدا لحظات ماتش الاهلي في الكاس، ماتش الدوري، ماتشات كتيرة جدا في بيراميدز. وبالتالي انت حاول كفريرا، يعني رسالتي هنا موجهة لفريرا، لما تيجي تتعامل مع دول حاول تقرب المسافة بينهم، او تحاول يكون في جمل تكتيكية تخلي التلاته دول مع بعض فيها. بالتالي هتلاقي خطوره كبيره جدا وهتعمل لك فرق كبير قوي. بدليل انت لما تلاعب مفتوح في مكانه، وامام عاشور في مكانه، وزيزو في مكانه، دول بيعملوا تاثير والزمالك بيكسب بكل سهوله. انما انت لما بتفرسل بتجيب زيزو في مهاجم وهمي، وتحط لي فتوح ما اعرفش كجناح قدامه، وامام عاشور تحط لي ساعات كصانع لعب رقم 10. لا فيرا الحمد لله لما بيلعب ككورته من غير فلسفه ومن غير هبده، الزمالك بيكسب بكل سهوله زي ما حضرتك شفت النهارده. تمام. الجزئيه اللي بعد كده ان احنا عايزين نتكلم على ان هل زيزو وامام عاشور عايزين يكون لهم بدايل كمثلا، او نص الملعب بشكل خصوص برضو. يعني هل زيزو ليه بديل؟ انت حتى الان ما وجدتش، مشكله كبيره تقابلك قدام. المشكله الثالثه ان انت حتى الان ما عندكش جناح شمال اساسي من بعد بن شرقي مشي بيعوضه كجناح اساسي. خلاص انت معتمد عليه واحد بديل، ما عندكش. انت بتجرب مره شويه، بتجرب لي يوسف اسامه نبيه، ما تجرب مصطفى شلبي، مره ساعات تحط فتوح الى حد ما يلعبها، ساعات بتخلي امام عاشور يمين شمال، بيجيب زيزو شمال. دي مشكله كبيره جدا الزمالك ما حلهاش. واخيرا بقى عشان ما نطولش على حضراتكم، عشان بعد كده ان شاء الله هنحل حضراتكم من مباراه الاهلي باذن الله. النص الملعب بقى، جميل الزمالك لازم تعرف ايه افضل كيمياء الزمالك يلعب بيها وسط الملعب. هم ثلاثه، تلعب بثلاثه في نص الملعب. مين هم؟ وجهه نظري الفنيه اللي هيفرقوا جدا معانا الزمالك، وكلام ده هيوضح لحضراتكم قدام فيما بعد. هو دونجا، امام عاشور، عمرو السيسي. مع احترامي الشديد لرؤى، يعني هو فنيا حاليا هو اي نعم شايف الزمالك في فترات كتيره جدا بعد طارق حامد ما مشي والسيسي والناس دي، بس حاليا هو لا، انت في امكانك تجيب احسن منه، وممكن يفضل كرؤى كاحتياطي، انما كاساسي لا، في فرق كبير جدا. وبصراحه دونجا بامان الله اكبر عليه، يعني بينزل، يعني بصراحه يا جماعه الفلوس ثمنه، يعني اللعيب الغالي ثمنه فيه. تمريراته بصراحه يعني ممتازه، وطريقه لعبه وهجومه واسلوبه، لا فرق كبير جدا. مع امام عاشور اقفل كده نص ملعب على كده خلاص شكرا. بس فده النهارده يعني كده مع حضراتكم بشكل سريع كده عن نادي الزمالك وتحليلنا السريع للمباراه. ونادي الزمالك يعني قدر يكسب 4 أهداف مقابل لا شيء. ان شاء الله انتظروا تحليل مباراه النادي الاهلي. وبكده احنا الحمد لله خلصنا مع حضراتكم تحليل مباراه الزمالك على السريع، تحليل على السريع. وان شاء الله ننزل ان شاء الله تحليل مباراه النادي الاهلي وفاركو، وفيها كلام كتير جدا ان شاء الله. كلام معكم محمد جد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام.